هو يا مستر لو انا كتبت ان مجموعه اسمها الف بتساوي الف حيث الف تنتمي لحاء والف اكبر من الثلاثه وسكت، فين الرقمين هنا؟ انا كنت بقول دايما يا ناصر الاجابه بين رقمين وبحط الصغير وبعديه الكبير، يعني الفتره دايما نحط الصغير على اليمين وبعديه الكبير على الشمال. تمام؟ وبقى على حسب هي مغلقه ولا مفتوحه، ممكن هنا تبقى مغلقه وممكن تبقى مفتوحه، وهنا برضو ممكن تبقى مغلقه وممكن تبقى مفتوحه على حسب في او يساوي ولا لا. مغلقه لو في او يساوي الشرطه اللي من تحت، لكن مفيش او يساوي يبقى خلاص. هنا مفيش غير مين؟ الثلاثه. انا بقول لك اكبر من الثلاثه. اكبر من الثلاثه معناها مين اصغر عدد عندي؟ ثلاثه. انا بقول لك اكبر من الثلاثه، يبقى مين اصغر حاجه فيهم؟ يبقى ابدا بالثلاثه. طيب مين الرقم الثاني؟ موجب ما لا نهايه. لان انا بقول اكبر من الثلاثه، يعني اي حاجه اكبر من الثلاثه. يبقى لو رحت للمليون للمليار للتريليون، رحت لاي رقم اكبر من الثلاثه صح. يبقى اقول من ثلاثه الى موجب ما لا نهايه. طب الثلاثه مغلقه ولا مفتوحه؟ ها؟ مفتوحه. هو في او يساوي هنا؟ يبقى فتره مفتوحه. يبقى الفتره المفتوحه. طب وما لا نهايه انت عملتها مفتوحه ليه؟ دايما العلامتين ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه الاثنين دايما مفتوحين، لان انا مش محدد مين الرقم ده، انت ماشي على طول. فانت على طول العلامتين دول دايما مفتوحين. طب لا ناخد مثال تاني عشان توضح الامور اكتر. لما اجي اقول لك المجموعه لام بتساوي لام حيث لام تنتمي لحاء ولام اقل من او تساوي 5. شوف بقى الفرق هنا. اقل من، اقل من يبقى انا رايح يا احمد ناحيه موجب ما لا نهايه ولا سالب ما لا نهايه؟ ده انا رايح اقل. اقل يبقى انا رايح ناحيه اليسار ناحيه الشمال، يبقى انا رايح ناحيه سالب ما لا نهايه. يبقى اصغر رقم عندك مين؟ سالب ما لا نهايه. يبقى ده بيبقى دايما. ومين الرقم الثاني؟ مغلقه ولا مفتوحه؟ مغلقه عشان في او يساوي. اصلا معنى سالب ما لا نهايه ايه؟ اصغر عدد سالب ممكن. سالب ما لا نهايه دي يعني اقل عدد سالب ممكن تتخيل. طب مين هو موجب ما لا نهايه؟ اكبر عدد موجب ممكن. هو اكبر عدد موجب ممكن تتخيله. فدايما لو موجب ما لا نهايه يتحط على اليسار لان هو الكبير، سالب ما لا نهايه يتحط على اليمين لان هو الصغير. طيب لو انا هرسم ده بقى على خط الاعداد هرسمه ازاي؟ قال لي هي نفس الطريقه، انا ما عنديش اي اختلاف. انا هعمل خط الاعداد بصوره عاديه خالص، وهبدا اقول الارقام اللي عندي اللي انا عايز استخدمها. هو ما فيش غير رقم واحد اللي هو مين؟ الثلاثه. هعمل عليه دايره وهو دايره مفتوحه عشان هو فتره مفتوحه، ومعروف دايما على اليسار هنا سالب ما لا نهايه وعلى اليمين هنا موجب ما لا نهايه. سالب ما لا نهايه يبقى خد ناحيه اليسار، خد كل ده ينفع معاك ولون اللي تحتيه. لان انا كده رسمنا صح ولا رسمنا خطا اولاني؟ احنا رحنا ناحيه مين؟ انا عايز ايه؟ يبقى المفروض كنت اروح ناحيه اليمين ما اروحش ناحيه اليسار. الدايره صحيحه، لكن انا المره دي هبدا ايه؟ اقول ده انا عايز موجب ما لا نهايه، فاروح ناحيه اليمين كده. يبقى الاجابه بتاعتي هي دي. تعالى للثانيه. السؤال التاني ده بيتكلم عندي على عددين هما مين؟ 5 وسالب ما لا نهايه. انا عارف ان سالب ما لا نهايه هنا على اليسار، موجب ما لا نهايه هنا على اليمين، واحط الخمسه في النص. الدايره بتاعت الخمسه مالها؟ مقفوله مغلقه. والون كل اخد بقى الى سالب ما لا نهايه، اخد كل الاعداد دي اللي قبل الخمسه. فهمنا تمثيل دي ازاي؟ واضحه؟ طيب
افتح كشكولك بقى كده، اكتب، اعمل لي الفتره وخط الاعداد على طول.